السلام عليكم يا هندسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا الذره بتاعي دي وبتاع جاري دي، انا بناخد دواء من عندك وهو بياخد دواء من عندك. الذره بتاعه هو زي ما انت شايف حلو كده، وانا ماشي. الذره بتاعنا رفيع على كده، انت بتدي له ازيد مني. صل على النبي. عدوك يخلي لك الذره. ايه هو عدوك يخلي لك الذره دي؟ ما جد وجدك كانوا واعيين، ما فيش حاجه لو ضربوا بيها مثل. وانا باخد الامثله دي اطبقها واشتغل عليها فين؟ في المبيدات وفي عالم الزراعه بتاعنا الجميل ده. عدوك يخلي لك الذره، عدوك بيكرهك، عايزك ايه؟ تجوع. فلما هينزل يخيل هيقطع بقى من غير حساب. طب النتيجه هتكون ايه؟ طب تعالى كده، تعالى قرب مني. بص الزرع تقيل ازاي والسرت ازاي، نفس التقاوي صح؟ ونفس اللي شغال على الزرع واللي بطلعه هنا بطلعه هنا. ونفس الكيماوي هنا صح. بص الزرع ضعيف ازاي؟ بص ده زرع تقيل في نفس الحته بينهم متر. بص بس هو هنا عمل اللي ما تعملش هنا. انت بتقول انت بتديله اكتر مني، انا ما بديهوش اكتر منك ولا حاجه، ده هو تركيز دوت. انتوا مش عيال عم. طيب يا عم الداخل بينكم غريب، وادي يا صباح عشان نعرفوا نتكلموا. فعدوك يخلي لك الذره. الزرع لازم يعرف يتنفس. الجوافي لما تبقى كده كاتمه على بعضها كده ورطوبتها زي دي تعمل لك راس مسمار. الطماطم باركه على بعضها تعمل لك مشاكل وحب صغير كده وما تحجمش معاه. الزرع الذره او القطن تلاقيه صغير كده مسافاته فوق بعضه كده وضيق وزرع تقيل. بس انت عايز تعمل، انت هتعمل تبني بس، هتعمل سلاج بس يعني مكموره بس، ولا محتاج شويه كوازين تبيع تعدل وشك تتحرك؟ طب اهو ده مزعلك في ايه؟ اهو بص ده عودين في متر، المتر عندك فيه بتاع 5 6 عوادين، والله ده هم بيهم. بص والله ده هم بيهم، ده هم بالخمس 6 عوادين اللي هنا. فعدوك يخلي لك الذره. احنا في الفتره دي خلاص الرش بقى من المستحيلات. فانت عشان توصل للمرحله دي لازم تكون راشش وارضك نظيفه من دوده الحشد الخريفيه، تكون راشش. ومع قبل ان العود الذره عندك يبدا يكزن او يشرب كده، تكون انت ايه الفرصه الاخيره انك تنزل ترش رش. افضل المواد الفعاله اللي ممكن تشتغل عليه الفتره دي طبعا تسميد، ممكن تسمد بنترات بوتاسيوم، عشان خاطر نترات بوتاسيوم جباره في الذره. اقسم بالله لا تاخد حبايه ذره يعني كانها تقاوي كده قد عقله الاصبع كده. اما بالنسبه للرش فوق فخلاص انت لازم تدخل المرحله دي وزرعك نظيف. انت هتعرف تنزل، هعرف انا، ده انا لو اديتك ميه ترشها هنا هتطلع ميت مخنوق من قله الاكسجين. مش هديك لانت او اديك بقى كلوروبيرفوس او اديك اندوكساكارب او اديك كلورونيترانيبيرول او مواد فعاله وانت بترش كده والدواء هيرد عليك. فما ينفعش اوصل. طبعا الحاله بتبقى يعني العروه دي احنا فلتنا بينها بسلام، دوده الحشد بتبقى اضعف معانا في الفتره دي. العروه اللي لسه هتنزرع بقى الحرب العالميه الرابعه ما بين الفلاح والمهندس في ناحيه بتاع المحل المبيدات في ناحيه، ودوده الحشد الخريفيه في ناحيه. احنا واقفين هنا بالنبابيت والفوس وهي داخله علينا بعيالها ورجالتها، والواحده بتبيض لك 800 بيضه وبتسافر في الليله تطير كده بال 80 كيلو. يعني خبرات والمعدل البدني هنا اعلى من هنا. الفلاح معايا لو فتح سبرنت هيمسك الضب. فربنا يستر علينا من المعركه القادمه مع دوده الحشد. استناني بكره.